الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عملنا مع بعض الأشكال القمر دي ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا. يا ريت ندلع الحلويات بتاعتنا وندلع أكلنا وندلع حاجتنا. على فكرة وفرنا كتير قوي قوي لو اشتريناهم من محل الحلويات من بره. طبعا هيتكلف 3 أضعاف ما احنا عملنا، بس احنا قلنا نوفر على نفسنا وفي نفس الوقت حاجتنا بإيدينا عارفينها ومضمونة تمام، واحنا اللي عاملينها بإيدينا. هنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. أول خطوة معايا أنا عندي هنا 3 بيضات، دول بلدي صغيرين. لو عندك بيض كبير حطي بيضتين 2. عندي هنا كوباية من السكر، كوباية نفس الكوباية اللي أنا هعاير بيها كل المقادير. نص كوباية نفس الكوباية برضو، بس نص كوباية من الزيت زي ما احنا شايفين كده. معلقة من الخل، طبعا دي مهمة جدا، بتدي للكيكة هشاشة حلوة قوي وبتمنع زفارة البيض. طبعا انا هحط فانيليا، الفانيليا كويسة قوي. معايا كمان كوباية من اللبن. لو اللبن دسم قوي ممكن تزوديه نص كوباية مية. لو هو انت حباه لبن صافي مفيش اي مشكلة. لو مش عندك لبن كتير ممكن تعملي نص لبن ونص مية. طبعا هضرب المكونات دي كلها في الخلاط. انا هشغل الخلاط لوحدي عشان الصوت ما يطلعش في الفيديو. انا ضربت كويس قوي في الخلاط الخليط زي ما احنا شايفين كده. طبعا هحط معلقه من الكاكاو هضربه تاني في الخلاط، نسينا نحطها في الاول. زي ما احنا شايفين كده معلقه كاكاو خام هضربه تاني. ممكن تحطيه مع الدقيق عادي مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه هنخل الدقيق فمش عايزه انخله مع الكاكاو عشان مش يبوظ لي المنخله بتاعه الدقيق. بعد ما ضربناهم كويس قوي انا هنا عندي بوله، هحط الخليط ده في البوله زي ما احنا شايفين كده. عندي كمان كوبايتين من الدقيق بحط معاهم بيكنج باودر اللي هو كيك شيف. طبعا انا بنخل الدقيق كويس قوي عشان نخل الدقيق ده مهم جدا. الكوبايه الثانيه زي ما احنا شايفين في نفس الكوبايه اللي انا بعاير بيها كل حاجه. وطبعا معايا باكو باكو من الكيك شيف. طبعا انا بحبه طبعا في كيكات الكيك الشيف بالذات، وبتبقى فيه محسن لو انت عايزه تسيبيها كام يوم. نخلته مع الدقيق زي ما احنا شايفين كده. بالمضرب اليدوي بمسكه واحده واحده كده وافضل اقلب فيه. والم الجوانب معايا، بس امشي في اتجاه واحد كده، الم كده وامشي في اتجاه واحد. طبعا انا لو عملت عكس مش بتبقى حلوه، الدقيق بيكلكع معاكي، بيعمل كلكعه في العجينه. طبعا احنا بنمشي في اتجاه واحد زي ما احنا شايفين كده، نفس الاتجاه. قوامها حلو قوي. هجيب صينيه مدهونه زيت عليها رشه دقيق وانزل بالخليط. جبت صينيه كبيره علشان هقطعها في علب كده اللي هي بتبقى في الافراح والمناسبات والنجاح، بتوفر على صاحب البيت كتير قوي لانها بتنباع بره غاليه. انا هنا دهنت الصينيه طبعا انا دهنت الصينيه ورشيتها كمان بالدقيق زي ما احنا شايفين كده. بنزل بالخليط زي ما احنا شايفين كده، بنزل بيه كله. طبعا بكرر الحكايه دي على حسب عدد العلب اللي انا هعملها. وعندك نجاح، عندك فرح، عندك خطوبه، اي حاجه عندك العلب دي بتوفر عليكي وطعمها زي الجاتو. انا هعمل معايا صينيتين هنا هدخلهم الفرن مع بعض. بمسك الصينيه لازم اسويها كده زي ما احنا شايفين، او اجيب خله وامشي بيها على الصينيه كلها علشان اساوي العجينه. زي ما احنا شايفين كده هجيب خله
اللي هي بتاعت عصاية الشيش طاووق. بمسكها كده بجريها خالص في الكيكة علشان خاطر اسويها كويس قوي. متبقاش حته رفيعه وحته تخينه. ولعت الفرن قبل ما اعمل الصينيه التانية على طول. طبعا انا عملت اتنين، ده يوفر عليا في الفرن وفي الغاز. بعد كده لو انا عايزه اعمل الطبق دي كتير، كل صينيه بتاخد حوالي 15 علبه. فهنشوف كده مع بعض ان شاء الله. عندي هنا كريم شانتيه، ده خام على فكره. البوله كنت عامله كريم شانتيه قبل كده. الصينيه طلعت صينيه وعملت قبل كده. طبعا انا بحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام الفاتح شويه، مش الغامق قوي زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده خام، فانا هحط له معلقه من حليب المكثف. انا عندي هنا حليب مكثف زي ما احنا شايفين كده. قطع منه معلقه، دي كمان معلقه. بحط كوبايه ميه ساقعه متلجه زي ما احنا شايفين كده. على فكره ده ربع كيلو بياخد كوبايه. هنزل بقى بالمضرب. ما شاء الله الصينيه معايا طلعت من الفرن. دي الصينيه الكبيره بتاعت القلاش والبسبوسه. ما شاء الله جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. احنا عملنا كام صينيه عشان احنا قلنا لو عندك فرح او عندك نجاح او عندك اي مناسبه كويسه. طبعا انا بجيب العلب دي اللي هي عامله زي المثلثات، بتتباع بره غاليه قوي قوي. فانا بجيبها كده، بمسكها بقفلها الاول كده واحطها هنا كده. واحاول اعمل كده على قد المثلث. وعلى فكرة لو قطعتها حتة كبيرة او حتة صغيرة ممكن عادي اكملها تحت في المثلث عادي، مفيش اي مشكلة. برجع تاني اديرها كده وارجع تاني اقطع تاني كده زي ما احنا شايفين. عملت مثلث كده ومثلث كده، وارجع تاني اقلبها تاني واعمل كده. طبعا كل اللي انا قطعته ده هحطه في العلب، هقطعها كلها ونحطها في العلب. طبعا احنا عملنا الكريمة مع بعض. هنشوف الوقت هنعمل ايه. قطعنا الكيكه زي ما احنا شفنا كده مثلثات زي ما انا قلت لكم. عملنا في الصينيه، رسمنا المثلث من ظهر العلبه، قفلنا العلبه كده ومسكنا من الظهر ورسمناه وعملنا اهو. وفي عندي ولادي بيساعدوني. زوقنا حبه من الكريمه اللي احنا عاملينها زي ما احنا شايفين كده. طبعا بجيب الكريمه اللي احنا عاملينها بمسكها كده بزوقها زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله. نفس القصة. بكملها. طبعا بحط الشوكولاتة السايلة، دي شوكولاتة انا مخففاها بالزيت زي ما احنا شايفين كده. بنزل عليها وافردها معايا كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده بوزعها. هي سايلة انا مخففاها بالزيت فبتنزل معايا بكل سهولة. عايزة تكتري كتري، لو انتي من عشاق الشوكولاتة كتري عادي مفيش مشكلة. طبعا التزويق بحاجة خفيفة زي ما احنا شايفين كده. بوزعه على الكريمة والشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده. تزويق حاجة خفيفة جدا. على فكرة مش مكلفة قوي زي بره بصراحة سعرها غالي جدا. يا ريت تعملوها في البيت وتجربوها. القمر دي ما شاء الله عليها جميلة جدا جدا جدا. كل حاجة حلوة مع دودو، كل حاجة مدلعة وكل حاجة حلوة بصراحة. يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتابعيني يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.